بيبدأ الفيلم مع كارسان واللي بيكون عايش مع خاله في مدينة بومباي بعد ما أمه ماتت، وبيكون كارسان شاب ثوري ومتمسك بمبادئه، علشان كده بيكون معترض على العادات والتقاليد السيئة في البلد. وبيجي عيد الهولي وبينتظر الكل الكاهن الأكبر واللي بيعتبروه خليفة الإله، وبيكون عايش لوحده في قصر العبادة. وبيخرج كارسان علشان يشوف خطيبته اللي بتكون مع خالتها ورايحين القصر، وبيكون كارسان عاوز يلطخ وشها بالألوان لكنها بترفض إلا بعد ما الكاهن يأذن لهم. وبيكون كارسان مش معترف ببعض تصرفات الكاهن، لكن علشان بيحب خطيبته بيسيبها تكمل الطقوس. وبيقيم احتفال لما بيحضر الكاهن، وبيختار الكاهن كشوري علشان تقوم بطقوس البذل الرباني. وبتكون عائلتها سعيدة ان تم اختيارها علشان تضحي للإله. وبتروح كشوري للقصر وبتلاقي غرفة مجهزة للطقوس، واللي من الواضح ان الطقوس دي بيكون فيها استغلال للبنات، وبيقيم معاهم الكاهن علاقة حميمة باسم الدين. وبنشوف كارسان وهو بيدور على كشوري، ولما بيعرف مكانها بيروح لها على القصر، وبيقول الخادم ان هو يقدر يتابع الطقوس من الشباك. وبيتفاجئ ان كشوري عارية وفي رجالة كتير بتتفرج على اداء العلاقة. وهنا بيغضب كارسان وبيقتحم اوضة الكاهن، وبيطلب من خطيبته ان هي ترجع معاه لكن بترفض. وبيبان على وشها الخنوع والحيرة ما بين الدين وانها تكون حاسة ان في حاجة غلط. وبيجي تاني يوم وبتروح كشوري مكتب البلدية، وبتستنى كارسان هناك وبتحاول تفهمه ان هي ضحت بنفسها علشان الدين، لكنه مش بيسمع لها. وبيحاول يفهمها ان الكائن مهراج ده مستغل الدين، وان اللي عملته غلط كبير. وبيتهمها ان هي جهلة ومش بتحاول تشوف الحقيقة رغم وضوحها زي الشمس. وبيعرفها ان هو هيفسخ خطوبتها. وبتروح كشوري المهران وبتكون حزينة وبتبكي لان كارسان هجرها. وهنا بيعرفها مهراج ان هي على الطريق الصحيح، وان لازم يكون في معاناة، وعلشان كده بيعينها هي المفضلة بالنسبة له. وبتصحى كشوري وبتسأل على مكان الكاهن، وبتعرف ان هو بيصلي. وبترجع البيت فبتلاقي الكاهن في غرفة خاصة وبيتكلم على انواع البذل الرباني، واللي من ضمنها ان المرأة تضحي بالجسد. وبتسمعه وهو بيختار اسم بنت تانية علشان تكون المفضلة بالنسبة له. وهنا بتدخل الأوضة وبتتفاجئ ان البنت دي بتكون اختها الصغيرة، وبتطردها من الأوضة وبتقول له ان هو ما كسرش قلبها لكنه هدم عقيدتها وإيمانها. وبترجع البيت وبتكون حزينة، وبتحاول اختها تفهم منها وبتتهمها ان هي غيرانة، لكن بنلاحظ ان كشوري بيكون على وشها ملامح التعب. وبتعترف لها اختها ان هي وقعت في الخطيئة بسبب استغلال الكاهن، وان كارسان فسخ خطوبته بسبب جهلها. وبتحضنها اختها وبتطلب منها ان هي تصلي، وبتعقد عقدة في هدومها علشان كارسان يرجع لاختها. ونتيجة فسخ الخطوبة بيثور خال كارسان، لانهم شايفين ان الطقوس دي حاجة عادية، بدليل ان خالة كارسان عملتها قبل كده. وبيحتد النقاش بينه وبين خاله، وبيطرد كارسان من البيت وبيبات في الشارع. وبنشوف الكاهن وبيجيله خبر ان في 2 من كماده جايين يطلبوا المساعدة، وبتكون لافاتي واخوها. وبيطلب الاخ ابن الكاهن المساعدة لان اخته حملت من الكاهن. وبيبتسم مع راج وبيقول له ان هو هيساعده، وبيوجهه للمستشفى علشان يجهض الجنين. وبيرفض الاخ وبتروح لافاتي تترجاه، وبيستغل الكاهن خضوعها وبيأكلها نبتة علشان تجهض الجنين. وبيكون كارسان راجع من الشغل وبيقابل لافاتي واخوها على الطريق، وبتكون لافاتي في حالة صعبة ومحتاجة مستشفى بسبب النبتة اللي اكلتها. وبيروح كارسان علشان يجيب عربية علشان ينقلها، لكن لما بيرجع ما بيلاقيهمش وبيلاقيهم اختفوا وباب القصر اتقفل. تاني يوم بيكون كارسان في المطبعة لانه بيكون شغال صحفي، وبيتكلم المدير ان هو يدي كشوري فرصة تانية. وفي اللحظة دي بيجي واحد ينادي على كارسان، وبيتفاجئ ان خطيبته ماتت منتحرة في البير. وبعد ما بيخلص العزا بتروح اخت كشوري تدي رسالة لكارسان، وبتكون كشوري كتبتها قبل ما تموت. وبتوضح ان هي فاقت وعرفت غلطتها، وبتطلب من كارسان ياخد لها حقها ويعرفهم حقيقة معراج. وبيروح كارسان لقصر العبادة وبيتحدى معراج لانه سبب في قتل خطيبته، وبيستصغروا معراج وبيستهزأ بيه. وهنا بيتحدى كارسان انه هيخلي الناس تتقلب عليه وكمان هيدمره. وهنا لأول مرة بينزعج الكاهن وبيبان الغضب على ملامحه اللي بتكون دايما مبتسمة. تاني يوم بيمنع مدير التحرير كارسان ان هو ينشر مقالة، واللي بيكون كله هجوم مباشر ضد مهراج لان ده هيتسبب في حرب بين الناس. ومن هنا بيقرر كارسان ان هو يعمل مطبعة خاصة بيه وبمساعدة نشطاء تانيين، لكن مع اول طبعة بتطلع بيهجم عليهم خدام الكاهن. ومن هنا بيقرر مهراج ان هو
بيقفل ابواب القصر رغم انه عارف ان الناس لازم تكسر صيامها في القصر، وهنا بيضغط على الناس عشان يستغل جوعهم علشان يحارب بيه قرصان. وتاني يوم بيلاقي الناس القصر مقفول ومش هيتفتح غير باعتذار من قرصان، وبيروحوا الناس يطلبوا من قرصان اعتذار، وهنا بيخطب فيهم قرصان وبيعرفهم ان الاله موجود في كل مكان والمكان مش شرط اساسي للتعبد. وبتوافقوا واحده من الموجودين وبيجي الكاهن مو يبارك له وبيطلب منه يصلي بالناس، وبيكون انتصار في اول جوله ضد معراج. وبيستدعي الكاهن ابو قرصان كمحاوله للضغط على قرصان انه يعتذر، وكمان بيلمح اللي هو ممكن يتخلص من قرصان. وعشان كده تاني يوم بيتصادم قرصان مع ابوه لدرجه ان ابوه بيعلن ان هو متبري منه في اعلان رسمي من الصحيفه. وبيتصاب قرصان بالاحباط لانه فقد ناس كتير من اللي حواليه، وبيضطر معراج ان هو يفتح باب القصر مره تانيه، وبالغلط بيقع الخادم بلسانه وبيقول ان الناس بتقول على الكاهن ان هو ضعيف قصاد قرصان وعزيمته. وهنا بيفكر معراج ان لو قرصان الناس هتعتبره بطل قومي، بيقرر ان هو يرفع دعوة تشهير ضد قرصان وبتكون قيمتها 50,000 روبيا. وبيوصل الخبر لقرصان وبيتناقش مع زميله وبيقول له ان جميع املاكه ما تجيش غير 5000 روبيا بس، وان اسوأ سيناريو ان هو يدخل السجن. وهنا بيجي الامل وبيجي صديق قرصان بشهود تثبت براءته، واللي بيكونوا مجموعة تجار نسائهم اتأذوا من الكاهن. وبتحصل مواجهة بين قرصان والكاهن، وبيرفض قرصان يقدم له اعتذار وبيعرفه ان منتظره يوم المرافعة. لكن لما بيرجع بيعرف ان التجار واحد منهم اتخطف والباقي خاف على اهله وتراجع عن الشهادة معاه في المحكمة. وبيجي خبر لقرصان وبيلاقي ان المطبعة اتحرقت وبيكون حاسس بالاحباط واليأس، لكن زميلته بتديله الامل وبنعرف ان هي كمان اتعرضت لطقوس البذل لكنها لحقت نفسها لما حست بالخطر، وبتديله الامل ان هو ممكن يكون صوت الانقاذ لكل النساء اللي مش قادرة تتكلم. وبيجي لهم خبر ان مرات مهراج عند صاحبه بنجان، وبتكون مرات مهراج هتساعد قرصان لانها حاسه بالذنب وبتديله عنوان شاهد هينقذه. ولما بيروح قرصان وبرافات العنوان بيكتشفوا ان هي لافات اللي اغتصبها الكائن، وبتكون لسه حامل لان مرات مهراج انقذتها وشربتها ميه بملح علشان النبته ما تتاثرش فيه. وبياخدهم قرصان معاه علشان معراج ما يقدرش يوصل لهم، وبيكونوا في مكان امن لان المحكمه بيكون فاضل عليها لسه 15 يوم. وقبل المحاكمه بيوم بيطلب الكاهن من قرصان ان هو يروح يعتذر له في القصر، لكن بيرفض قرصان وبيقول له ان هو مش هيعتذر غير لو حكم القاضي عليه. وبيكون هيمشي لكن بيتفاجئ ان الكاهن جوز لافات الخادم بتاعه وكمان قتل اخوها، وبكده تكون كل الطرق قدام براءة قرصان اتقفلت. وبيجي يوم المرافعه وبيطلب ارنست محامي قرصان من الكاهن ان هو يقف في مكان الشهود، لكن بيرفض، وكمان المحكمه بتقدر مكانته بين الناس وبتوافق الكاهن الرأي. وبيجي طبيب الكاهن واللي بيكون في بينهم عداوه قديمه، وبيقول ان الكاهن مصاب بالزهري نتيجه لعلاقاته الجنسيه مع ستات كتير، وقبل كده طلب منه ان هو يخفف منها، بالاضافه ان هو كان بيبعت له ستات كتير علشان يجهضهم لما النبته ما كانتش بتجيب نتيجه، وكمان كان بيهرب الستات من غير ما الكاهن يعرف. وبيجي محامي الكاهن وبيطلب الطبيب، وبنعرف ان الطبيب ما كشفش على الكاهن لكنه سمع منه الاغراض وعلى اساسها هو شخص الحاله اللي قدامه، وكمان بيستغل ان الستات ما قالوش على الفاعل. وهنا بيهاجم الطبيب بالكشف على الكاهن وبتوافق المحكمة، وبيستجوب ارنست خادم الكاهن وبيكتشف من كلامه حقيقة كذب الكاهن وجواز لالاتي كان اصلا مفبرك. وهنا بيوجه ارنست تهم الكاهن، وده اللي بيخليه يهدده ان هو ممكن يهدد امن البلد، وده اللي بيخوف القاضي نفسه وبتترفض تهم ارنست. وبيجي دور قرصان في الاستجواب وبيسأله محامي الكاهن من كلامه بيتهمه ان هو بيسعى للشهرة والمال وبيعنفه قدام المحكمة. وهنا بيخطب قرصان في الناس بكلام مؤثر وبيسأل الكاهن عن معنى اسم قرصان، وبيقول له ان هو معناه ان هو الخادم، وبيسأله عن انواع الخدمة، وبيجاوب الكاهن انه منها ان هو ينام مع الستات قبل ما تنام مع جوزها، وانه كمان الموضوع ده بيتم برضاهم. وهنا بيستغل قرصان كلامه وبيقول له انه حتى لو الستات راضين فهم جاهلين، وهو المعلم اللي كان لو ده امر متاح هو يرفضه. وبيقول له الكاهن ان الناس هم السبب فهم يدوا له كل الصلاحيات. وهنا بيقول قرصان ان الناس لها جزء من الذنب بسبب السكوت لان غرض الدين هو منع الخطيئة، وعلشان كده بيتأثر العامة وبيتم شهادة اكتر من 32 شاهد في القضية، وعليه بيتم تبرئة قرصان من القضية وبتتوجه قضايا جنائية ضد الكاهن. ولما بيخرج بتحتكره الناس وبيكونوا حاسين بالغل منه وبيرفضوا حتى يبجلوه، وبيمشي وهو حاسس بالخجل عكس قرصان واللي اتحول لبطل قومي في عيون الناس. وكمان بيشوف اخت كشوري واخيرا بتقدر تفك عقدة اختها، واللي بتحس ان هي تقدر تموت وهي مرتاحة لان حقها رجع قدام كل الناس. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.